تعاود تسمعني ان شاء الله نهار 16 وابارتيغ من نهار 17 باش تسمع العائلات الكل بالعشرة كل يوم يسمعوا بالعشرة لقاضي التحقيق، وبعد باش يتم استدعاء باجي قايد السبسي، حمادي الجبالي، سيلفيو بيرلوسكوني وكذلك حسين الجزيري. القضيه هذه تمت بلي شيف داكيزاسيون سويفون، هو التحريض على احتجاز تونسيين باراضي ايطاليه، عدم الانجاب القانوني اللي هو نون اسيستونس ا بيرسون دونجي، والتعتيم. تبين لنا بعد السفرات اللي عملناها لايطاليا انه فما تقصير واضح للسلطات التونسيه، كانوا صرحوا في التلفزه عديد المرات انهم بعثوا بصمات ولادنا، فاتضح من مراسله وزيره الداخليه للسفير نتاعنا بروما انه الاقراص هذه فيها 112 بصمه، من 112 بصمه باش يعتمدوا كان 89 بصمه على خاطر الاسامي اون دوبل، ومن 89 بصمه باش يعتمدوا كان سنين على خاطر فما كان جوج بصمات للمفقودين 2011. البصمات اللي بعثوها الاخرين تبع 98 2002 2005. اش عملنا احنا؟ قمنا بكوليكت معناتها نتاع بطاقات تعريف المفقودين، الوالدين اللي عندهم بطاقه تعريف، وسكانيناهم من الشيره الفلانيه من فما البصمات، وقمنا احنا باعطائها للداخليه باش البصمات اللي تحصلنا عليهم احنا يكومباريهم مع اللي عندهم ويشوفوا اسكو الولاد هذوما موجودين ولا لا. نحب نفهموا انا شبيه السلطات التونسيه وتونس بلاد بوليسيه وما زالت بلاد حتى بعد الثوره ماهمش كابابليه باش يبعثوا بصمات صحيحه. عندنا 850 مفقود، هما على 850 مفقود يبعثوا 112 بصمه، ومن يوم 12 فما كان زوج 2011. التعتيم هذا انا يضرب لي الشك. من ناحيه ثانيه كي قبلوني في البرلمان الايطالي تم اعلامي انه فما شكايه ضد القنصل العام نتاعنا بميلانو من طرف احد النواب اللي هو ريناتو فارينا، وتابع لجنه حقوق الانسان في البرلمان الايطالي. في زيارته للسجون الايطاليه فيق لي فما برشا توانسه يحبوا يتصلوا بعائلاتهم لكن ما ينجموش على خاطر القنصل التونسي العام بميلانو رافض، قال لي راهو المساجين الاجانب كي يحبوا يتصلوا بعائلاتهم لازم القنصل نتاعهم يفاليدي النومرو باش ما يتصلوش بدي كومبليس البرا. وراني عندي برشا مراسلات نراسلوا فيه القنصل هذا لكن يفي لو سيلونس راديو، عمره ولا فاليدا حتى نومرو، كيفاه فما برشا توانسه فما منهم واحد اسمه اسامه اللواتي اللي هو قاصر في حاله نفسيه مزريه جدا، ما نجمش يتصل بامه. بعد عديد المحاولات قام النائب هذايا بانترغولاسيون بارلمونتير معناتها شكايه قدام وزير العدل نتاعو وزير الخارجيه في حق القنصل نتاعنا بميلانو. السلطات التونسيه نتاعنا نو سلمون مش قايمه بدورها، وزيد فوق من هذاك تقوم بالمغالطات. علاش؟ هون يضربني شك، هل عندها ضلع في الاختفاء هذا؟ هل التقصير نتاعها مقصود؟ البعثه الدبلوماسيه نتاعنا غاديكا والقنصليه نتاعنا مازال كيما عاد بن علي تقود وكهو ذاك دورها، ما يعرفش حتى شكونهم التوانسه مع اللي عندنا في الحبوسات. احنا اعلنا على عدد التوانسه في الحبوسات اللي هما 3900، عندنا قمنا احنا باللي علينا عليهم اعلنوا عليهم هما وعلقوها في القنصليه، لكن ميم با حطوا اسامي التوانسه اللي في